عمرك فكرت ازاي ممكن تطلع بفكرة حملة تسويقية تضرب وتعلق في أذهان الناس؟ طيب تخيل معايا إنك بدأت بفكرة جامدة وفضلت ماشي بخطوات ثابتة لحد ما وصلت لحملة تسيب بصمتها وتحقق نجاح مش متوقع. ازاي ده ممكن يحصل؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في بودكاست يلا ماركتينج مع عاطف عبد العزيز. فأول خطوة يا صديقي اعرف جمهورك كويس قبل ما تبدأ في أي حملة. أهم حاجة تعرف مين بيتكلم، الجمهور بتاعك مين، ايه اهتماماتهم وأعمارهم وحياتهم اليومية. افهم ايه اللي بيحبوه وايه اللي ممكن يجذبهم أو يجذب انتباههم. معلوماتك دي هي الأساس اللي هتبني عليه كل حاجة بعد كده. تاني حاجة يا صديقي حدد هدفك بوضوح. مش هتقدر توصل من غير ما تعرف انت رايح فين. لازم تحدد ايه اللي عايز